السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هذه المسمنه اللي معمره بالكاوكاو والكوك. كتجي لذيذه ومورقه مزيان، كتشوفوا القرمشه كتجي غزاله ما شاء الله، ولذة ما نقول لكمش عليها. كتجي منفوخه مورقه من الداخل ولذيذه. غنقسم معكم واحد الطرف باش نوري لكم كي كتجي من الداخل، وكنحضروها في وقت اللي وجيز جدا، يعني ما كملناش نص ساعه كنكملوها وكنديروها في الفران دغيا كطيب غزاله ما شاء الله. يمكن لكم تحضروها بزاف، يمكن لكم كذلك تقدوها في الكوتي، يعني دغيا كتوجد. كتجي مورقه ومحلولين الوريقات لداخل، عامره بالكاوكاو وبالكوك وبنينه. يمكن كذلك لصحاب السكري انهم يتناولوها، حيت ما غنديروش فيها السكر، دهناها غير بالعسل واللوز. تابعوا معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا الطريقه والمقادير. بالنسبه للمقادير غندير 4 الكيسان ديال العنبه ديال الفورس، واحد المعلقه كبيره ديال الخل، واحد المعلقه ديال الزيت، وماء بارد، ماء بارد ديال الروبيني، ما سخون ما والو بارد. نبداو على بركه الله. معلقه كبيره ديال الزيت ونعجنو عاد. دابا غنغطيها ما تركتها ما والو، غنغطيها ترتاح وترطب ونعاودو نرجعو باش نوريكم الحشوه. دابا غنديروا الكاوكاو يدقلا، واحد شويه ديال الكوك حتى هو يدقلا، ونعاود نرجع معكم. وهاد العجينه غنغطيها بالماء نقلي الكاوكاو والكوك غنلقات مزيان معايا. نغطيها دابا بالميكا ونخليها. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي كورتها، خرجت ليا 12 كره. شديت الكاوكاو وحمرته وطحنته، يعني طحنته رقيق. عندي هنا الكوك اللي شديتو حتى هو حمرته كما كتلاحظوا. عندي هنا الزيت والزبده باش نورق هاد المسمن. نبداو على بركه. الطريقه من سرحتها، نجيب كاوكاو نرشو في الوسط ديال العجين ديالي، نرشو في الوسط ديال الورقه بهذه الطريقه.
هو والكوك محمر. الكوك راه دغيا كيتحمر في المقله، يعني غير تسخن المقله راه دغيا بالزربه كيتحمر، باش ما تغفلوش عليه راه يتحرق لكم. انا غير المقله سخونه دغيا بالزربه دوزتو فيها دغيا تحمر، كتلاحظوا اللون ديالو كيجي زوين. دابا ناخذ واحد القطعه ديال البيتزا او موس اللي بغيتو ونضرب دوك الجناب باش اللوي تجينا المسمنه ديالنا دائريه. بهذه الطريقه غتجينا دائريه. يمكن لكم تستعملوا الحشوه اللي بغيتو. دابا غنبدا نغلف المسمنه ديالي على هذا الشكل. الا خصكم شويه الزيت والزبده دهنوا باش تجيكم مورقه. نبدا غير بشويه، انا العجينه ديالي طالقه ليا مزيان، يعني غير بالخف بشويه كنغلفوها كامله. حاولوا في هذه المرحله غير بشويه باش ما تقطعش لكم العجينه. هي غير هاد البديه ديالها اللي كتجي شويه صعيبه، اما من بعد فاش تولي العجينه يعني تنزيدوا لها اللويات كتولي معنا ساهله. انا خليت العجينه هنا شويه مطلوقه باش دغيا تسرح ليا بحال هكا. كنغلفو المسمنه على هاد الطريقه وندهنو. الا جاتنا ناشفه ندهنو. يعني شويه قطعات ماشي مشكل، نعاودو نغلفو على هاد الطريقه. تبعوا دابا معايا الفيديو مزيان باش تشوفوا الطريقه كيفاش غنغلفهم.
بقات لي واحد القريصه هذه غنخليها ما غنديرش لها العماره، يعني غنغلف بها. هي اللي كدير لي ديك الطبقه من الفوق باش ما تجينيش الحشوه مفرته فيها، يعني بحال كتحمي لي المسمنه ديالي. غنشدها ونسرحها مزيان وغنغلفها بهاد المسمنه. من بعد ما كملت المسمنه ديالي جبت طاوه غندهنها بشويه الزيت والزبده. الا كان عندكم ورق المطبخ استعملوه، انا اكتفيت فقط بالزيت والزبده دهنتهم للطاوه ديالي. غنحط المسمنه ديالي في الطاوه وغنحاول نقرصها غير شويه، يعني ما غنقرصوهاش تقرص مزيان، يعني بينها شويه دايره شويه غليظه. نقرص غير بشويه باش ما تتحلش معايا. هي كتجيكم شويه قاصحه باش تقرصوها، غير بشويه قرصوها باش ما تشركش معاكم. راه كتجي منفوخه من الداخل ومورقه. بالنسبه للناس اللي عندهم السكري بلا ما يدهنوها من الفوق بالعسل، يعني يقدروا ياكلوها هكاك. صدقوني الا جربتوها ما باقيش غتخطيكم، حيت ساهله ومقاديرها اقتصاديه. يعني راه غير شويه ديال الكاوكاو، يمكن لكم تستعملوا كذلك اللوز، كتجي غزاله باللوز، يعني ماشي كميه كبيره، راه غير شويه اللي قليت وطحنته وخرج ليا كميه اكثر من هذا الشيء، يعني غير كميشه اللي درت وشويه الكوك تا هو قليته. دابا بعد ما قرصتها غندخلها الفران اللي مجهد باش تنفخ معانا. من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل، غزاله ومقرمشه ومنفوخه. كيف ما قلت لكم دخلوها الفران اللي يكون مجهد باش تنفخ معاكم. الا دخلتوها الفران مجهد دغيا غتنفخ. كتجي رطبه من الداخل ومقرمشه غزاله ما شاء الله. الا جربتوها ما باقيش غتخطاكم، منفوخه. انا زوقتها بشويه العسل واللوز ايفيلي، يمكن لكم تزوقوها باش ما بغيتو. انا نقسم معكم هنا الطرف باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. كذلك يمكن لكم تزيدوا لها القرفه. لاحظوا معايا التوراق كتجي مورقه تبارك الله من الداخل ولذيذه. مقرمشه غزاله ومحلوله من الداخل. نتمنى انكم تجربوها وما تبخلوش علينا بالاعجاب والاشتراك بالقناه، وبالصحه والراحه.